باب الحارة قصة متخيلة، فانتازيا وهمية ما لها أساس، بتسيء للتاريخ السوري وبتشوه الحقائق. ياسر العظمى ينتقد باب الحارة وجوقة عزيزة، ووصف هذا النوع من الأعمال بالدراما المريضة. انتقد الممثل السوري ياسر العظمى في حلقة جديدة من برنامجه الذي يطل عبر قناته على يوتيوب الأعمال الدرامية السورية خلال الفترة الأخيرة، وصفا إياها بالدراما المريضة، مؤكدا أنه لم يشاهد حتى الآن منذ فترة عملا يفتخر به، لافتا إلى أن من يقف وراء الدراما في الوقت الحالي إما جاهل أو تاجر أو غبي أو أمي أو جميع هذه الصفات معا. عقيد وزعيم وابن عمي وبعيد ولا وخناجر وعنتريات ونسوان مسحوقات. وكان لمسلسل باب الحارة حصة كبيرة من هجوم العظمى على الدراما السورية، إذ وصفه بالفانتازيا، مؤكدا أنه لا علاقة له بتلك الحقبة التاريخية. الله يرضى عليك يا لطوف، ديري بالك منيح على ضرتك وما بتحمليها شي تقيل وما بتخليها تشتغل شي بالبيت بنوب، فهمتي؟ كما انتقد العظمى تصوير المرأة السورية في العمل على إنها ضعيفة وخانعة لزوجها. وفي مسلسل بطلته مغنية وراقصة حطبال. كما تطرق العظمى إلى مسلسل جوقة عزيزة، واصفا إياه بالعمل الضعيف والذي يميل إلى تفاهة الطرح، مشيرا إلى أنه مسروق من الفن المصري القديم ولا يمثل البيئة والمجتمع السوري. وانت يا حمدي حميها حميها يا حمدي، وانا اللي بحميها. وكاتب مسلسل جوقة عزيزة خلدون قتلان يرد: رقاصة وطبال ومسؤولين بحبوا الرقاصة، مواضيع ما بتشبهنا. منتج باب الحارة قبناض رد على ياسر العظمى: باب الحارة يلي عم يحاولوا جهدهم يعملوا منه إمام المسلسلات السورية بما يحمله من تاريخ مزور. وأيضا من الأعمال التي انتقدها ياسر العظمى مسلسل الهيبة، إذ أشار إلى أنه يحرض على العنف والإجرام ويفسد الشباب. نزلت عم غني وعم ارقص وخسري روح يمين وشمال.